السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عدد جديد من برنامج من أعماق الروح، وتحية طيبة طيبة قلوبكم من بلدية جند الولاية عين الدفلة. حلقة مميزة من هذا البرنامج تسلط الأضواء على جنود الخفاء، هي قائمة لا تعد ولا تحصى من خيرة أبناء الوطن، هي وقفة عرفان وامتنان لكل هؤلاء، وحلقات مدوية في هذا البرنامج، فكونوا في الموعد. أجمل شيء أن نشرف وطنا أعطانا الكثير، وهو رمز عزتنا وكرامتنا، هي الجزائر. وما أدراك ما الجزائر؟ سيدة العالم. هو تفاخر لم يأتي من عبث، بل واقع مجسد على أرضها. حين تكون الجزائر محاطة بأبنائها مستعدين للتضحية بالنفس والنفيس في أي لحظة، فاعلم أنها بلد مباركة ولا يمكن اختراق شموخها. هم رجال في كل الميادين يبرعون ويسطعون نجوما في سمائها تنير درب الحاضر والمستقبل معا. أمثلة كثيرة وعينات تزيد الجزائر تشريفا، بداية من أشخاص، مؤسسات، مراصد، منظمات، أكاديميات وجمعيات. رغم اختلاف الميادين وظروف العمل والفكر، يبقى الرابط المشترك هو الحب والوفاء والإخلاص للأم الجزائر، وهذا ما ورثناه وما خلده التاريخ، وسيبقى للأجيال القادمة. لكل منهم بصمة خاصة وقصة نضال وكفاح، فالعمل الميداني لا يخلو من الصعاب، لكن الإصرار الروح الوطنية يصنع المعجزات. عوامل كثيرة تعيق المسار، لكنها تزيدهم إصرارا وعزم، فانتماؤهم العرقي لجزائر الأم يذلل كل العقبات. فهنيئا لجزائر الأم على وجود كل هؤلاء من خيرة ما أنجبت. وستبقى القائمة مفتوحة في هذا البرنامج من أعماق الروح، وسنعطي أمثلة وعينات حية في الأعداد القادمة، فانتظرونا. كانت معكم بن عمر نعيمة من بلدية جند الولاية عين الدفلة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.